يلا معاك اللاقط، تسمعني يا فحل الفحول؟ فحل الفحول، تسمعني يا فحل الفحول؟ إذا تسمعني أعطني رقم 1. رفعت التنقيط عنك يا فحل الفحول. يلا نشوف فحل الفحول كيف هو. يلا معاك اللاقط، رد على كلام المجلسي، تفضل. عزيزي لا تنقط، الله يبارك لي فيك، لا بالحروب ولا بشيء. هذه عقيدتي أنا عقيدتي في معاوية إن معاوية كافر، وعندي الدليل إنه كافر. شنو ما الآن هذه عقيدتي؟ شنو تناقشني بعقيدتي أنت؟ هذه عقيدة عندي وعندي الدليل. شنو أنا كذاب؟ ويح عمار تقتله الفئة الباقية، يدعوهم إلى الجنة ويدعون إلى النار. هذا حديث. 2 زين. الآن ممتاز، الآن أصبحنا في تبادل الأدلة. الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. نعم، فئة الباغية. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. من هم إحداهما؟ إحدى الطائفتين من المؤمنين على الأخرى. رد على هذه الآية. الطائفة الباغية ليست كافرة، طائفة مؤمنة بنص القرآن. تفضل معاك. عزيزي لا تنقط، هذا مو طريقة نقاش، هذا مو طريقة نقاش. تقعد تنقط، ما خلينا نكمل فكرة. خلني أكمل الفكرة، زين ولا لا؟ أول شيء أنت ما جاوبتني لما قاعد أقول لك رسول الله تصالح مع الكفار، نقصت لي سيدة وقلت لي معاوية أمير المؤمنين، الكفار أمير المؤمنين. أول أنت ما جاوبتني، قاعد تتهرب من الموضوع وقاعد تنقز من موضوع لموضوع. أبي تنقز من موضوع لموضوع ليش؟ يا تخليني أكمل، ما في أخذ ربعي وأطلع، أخذ جماعتي وياي وأطلع. أنا داعيني جماعتي، أخذهم وياي وأطلع. زين. شغلة ثانية يا عمار، ويح عمار تقتله الفئة الباقية، يدعوهم إلى الجنة ويدعون إلى النار. من اللي قتل عمار؟ اللي قتل عمار جيش معاوية نفسه وجيش اللي اختلوا، فئة معاوية. زين ولا لا؟ يدعوهم إلى الجنة ويدعون. شفت لك فئة مؤمنة تذهب إلى النار؟ النار معروف مصير الكفار. عرفت شلون؟ النار مصير الكفار يا أستاذي. فهذه المسألة واضحة وثابت كفر معاوية عندي. زين ولا لا؟ وهذا يعني ما تقدر أنت تشكك فيه ولا غيرك يقدر يشكك فيه، وهذا ثابت والتاريخ ثابته. عرفت شلون عزيزي؟ فبالتالي لا انت تناقشني في عقيدتي ان معاوية كافر وملعون لأن قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عرفت شلون؟ تبي تناقشني على هذا الموضوع، ناقشني. طيب يا إخوة أبا سليمان أرجوك، الإدارة معي، بارك الله فيك. عوفوا يصرح بعقيدته ما يخالف. عوفوا، هو يعتقد أنه كافر، لا تنقط. والآن راح نشوف أدلته، الأدلة التي معاه. عوفوا معي يا أبا سليمان، عوفوا معي. هو يصرح بعقيدته، ما عندي إشكال، بس لحظة أنا أرد عليه. اتركوني أرد عليه. إما أن الآن يطرح، يعني يضرب بالقرآن عرض الحائط، أو يسلم لحكم الله تعالى. الآن طائفة معاوية طائفة باغية، سلمنا لك بها، ما عندنا إشكال. طائفة معاوية طائفة باغية، خرجوا على الإمام علي وأخطأوا وبغوا. الآن عندي أريد أن أسألك دليل من القرآن أو من السنة الصحيحة. هل الطائفة المؤمنة، هل الطائفة الباغية الباغية، هل عندك دليل من القرآن أن الطائفة الباغية طائفة كافرة؟ الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. صح ولا ما صح؟ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإن بغت إحداهما على الأخرى، من هم إحداهما على الأخرى؟ إذا صار بغي من إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى، من هاتين الطائفتين؟ هما الطائفتين اللتين ذكرهما الله عز وجل في أول الآية:
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والآن يقول الله تعالى لك: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاء فأصلحوا بينهما. طيب، الآن اثبت لي كفر الطائفة الباغية. الآن اثبت لي كفر الطائفة الباغية. إذا خرجت عن الموضوع أنقطك. ائتني دليل كما أنا أتيتك بدليل من القرآن أن الطائفة الباغية طائفة مؤمنة. أنت الآن أثبت نقيض كلامي. أثبت أمام الجميع من القرآن أن الطائفة الباغية طائفة كافرة. معك اللاقط أسمع جواب. اللهم صل على محمد وآل محمد والعن أعداء محمد وآل محمد. بسيطة هذه عزيزي، كلش بسيطة سهلة. يقول لك فاصلحوا بينهما، واللي يرفض الصلح شنهم؟ باغي، فقاتلوا الباقية. صح ولا لا؟ قاتل الباقي. زين، إذا اللي يرفض الصلح وتقاتل الفرقة الباقية يعني تتحول شنو؟ مو تتحول فرقة كافرة ولا لا؟ تتحول فرقة كافرة ولا لا؟ معاوية رفض الصلح. أنت عندك خيارين: يا أن علي باقي وخرج من الملة، يا أن معاوية خرج من الملة. يعني ما يصير اثنينهم في نفس الملة. دليل انه ما يصير اثنينهم على حق وما يصير اثنينهم على باطل، واحد باطل واحد حق. هذا دليلي. عمرك شفت اثنين على حق يتقاتلون او اثنين على باطل يتقاتلون؟ ما يصير عزيزي. واحد باطل واحد حق، انت اختار من الباطل، علي ولا معاوية؟ تفضل لك المايك. الآن احنا ما اختلفنا معك. الآن احنا ما اختلفنا معك في هذه النقطة، أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان على الحق في هذا القتال. علي رضي الله عنه وأرضاه كان على الحق في هذا القتال. هذا ليس موضوعنا. موضوعنا هو موضوع ثاني: أثبت أن الطائفة الباغية كافرة. ما أريد كلام إنشائي من عندك، أريد دليل. الآن الله عز وجل بدليل قطعي قرآني أثبت الإيمان للطائفة الباغية. أنت الآن بدليل قطعي قرآني كما أدخلهم الله عز وجل في الإيمان أخرجهم من الإيمان بدليل قرآني قطعي، كما أن الدليل الذي أدخلهم في الإيمان هو دليل قطعي قرآني. الآن أخرجهم بدليل من القرآن لا من كلامك. لا تقل إذا ما صالح، ما رضي بالصلح، إذا أصبح كافر. هذا ليس بكلام. ثم إذا كنت تعتقد أن أي مسلم قتل مسلم ثاني هذا كافر، أقول لك أنت ما قرأت أي شيء لا في الدين، لا في مذهب الشيعي ولا في المذهب السني ولا في أي مذهب آخر. وإلا فاذهب واقرأ كل كتب الفقه الشيعية عندك. تتحدث في ماذا؟ في قضية الدية. في قضية الدية. إذا كان المسلم الذي يقتل مسلم ما فيه دية فيقتل فورا لحد الردة، وإلا ما يطلب منه الدية. وإلا لماذا ألفوا كل هذه الكتب في أبواب الفقه؟ إذا تعتقد أن مجرد قتال مسلم وقتله هذا كفر بدون استحلال دمه، فهذا أنت يعني أصبح شر من الخوارج. الآن أثبت لي كفر الطائفة الباغية من القرآن. لا تلف وتدور في الموضوع. الله عز وجل أثبت للطائفة الباغية في القرآن، أثبت لهم إيمان. أنت الآن تقول لا ليسوا مؤمنين. قلنا لك هات الدليل، أثبت كفرهم وخروجهم عن هذا الإيمان الذي أدخلهم الله فيه. معك اللاقط أسمع منك. الحين مو تبي دليل من القرآن؟ إخواني الله يبارك لي فيكم انتبهوا. القرآن مو يقول وقاتلوا التي تبغي؟ إخواني حطوا لي رقم صح، حطوا لي رقم واحد إذا كلامي صح ولا لا. القرآن مو يقول قاتلوا التي تبغي؟ واتفقنا أن علي على الحق، صح ولا لا؟ وأن معاوية على الباطل، ومعاوية رفض الصلح. اثنينهم على الحق، علي ومعاوية اثنينهم حق. لا اكتبوا لي إذا علي ومعاوية اثنينهم حق، اكتبوا لي اثنينهم حق.